وابتديت كده ان انا اكلهم اكله كده زي ما احنا شايفين. مش هنكلف النهارده خالص، واكله موفره جدا جدا. مش هنكلف علف، مش هنكلف دشيشه، مش هنكلف اي حاجه خالص. والطيور كلها هتاكل وهتشبع وتملى الحصله بتاعتها وهتنتج معاكي بيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين الاوضه بتلمع وبتبرق ازاي؟ زي ما احنا شايفينها كده. وطبعا الفراخ دي جعانه كده. طبعا الفراخ اللي هي فراخ البيض لازم تجوع معاكي، يعني لازم تجوع معاكي اولا علشان ما تشترش معاكي وزن وتتسمن، لان احنا مش جايبينها تسمين ان احنا هنسيب لها الاكل قدامها طول النهار. دي حاجه. الحاجه التانيه سبحان الله انه ربنا خالق الفراخ دي اصلا نوعيتها الفراخ دي اساسا نوعيتها ما بتشترش دهون، ما بتشترش دهون، بتحرق دهون. دي طبيعتها، عشان كده ما بتشترش وزن عالي، بس ممتازه جدا جدا في البيض. انا مسكت الاوضه كلها كده اهوت، كنستها وخليتها بتبرق. ما حبيتش اصور معاكم المنظر بقى ومنظر الكنس وكده، لان مش هيفيدكم بحاجه يعني. فابتديت ان انا نظفت الاوضه زي ما احنا شايفينها. خدت الوعيه بتاع الميه علشان اغير الميه بتاعتها برضو اهو زي ما احنا شايفين. ده المكان اللي هم بيبيضوا فيه. انا كنت سايباهم كانوا بيبيضوا، مش عارفه بقى خلصوا بيض ولا لسه. اي بيض موجود لازم ان انا بجمعه. هم الايام دي خفوا في البيض شويه. طبعا هم الايام دي خفوا في البيض، بس المهم ان انا بالنسبه لي الحمد لله الحمد لله ربنا يكرمني ولو بعدد قليل اعرف امشي بيتي بيه. ان هم يبقى عندك فراخ تمنع بيض خالص، دي بتبقى دفعه كلها حضرتك مربيها من عمر بعض. يعني مثلا جبتي 30 فرخه للبيض او 20 فرخه للبيض، فلما يجوا يريحها هيريحوا البيض برضو مع بعض. انما لو اعمارهم مختلفه، يعني شويه لسه بادئين مبشرين وشويه كانوا بيبيضوا عندك اصلا من بدري من زمن، فبالتالي هتلاقيهم بادلوا بعض وهتلاقي عندك بيض طول السنه. هبتدي اعلفهم النهارده مش هجيب لهم اي حاجه مكلفه خالص، هي كلها حاجه من البيت. طبعا البط ده اهو زي ما احنا شايفينه، اي بطه بتطلع او لسه ما بيضتش يعني على وش بيض او بدات تقطع في البيض، بجيبها هنا في المكان ده مع الذكر ده، لازم يكون معاها ذكر. ده بالنسبه لايه، بالنسبه لي الخلطه بتاعتهم النهارده مش هتكلفنا حاجه خالص. يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو، ولو مش مشتركين في القناه كنت سعيده جدا باشتراككم وانضمامكم معايا. شايفين الخلطه دي عباره عن شويه خضار لفت وشويه عيش يعني بحوش فيهم بقالي اسبوع. يعني اي فضلات عيش بتفضل من اكل اولادي، سواء بتاع الفطار سواء بتاع الغداء ايا كان بقايا الاكل. يعني احيانا تعمل لي عيل السندوتش مثلا ويسيب ربعه ويسيب نصه، يعني ايا كان. فالمهم ان العيش ده كنت بفضل احوشه يوم بيوم كده، علشان ان هو اجي في يوم اعمله لهم وجبه. فطبعا زي ما احنا شايفينهم كده، دي بقى كانت هرسه قشور بيض وعيش زي ما قلت لحضراتكم. بفضل احوشه يوم بعد يوم كده. يعني عندي صينيه كده مثلا بسيبها تحت مثلا في المطبخ كده في جنب. اي فضلات عيش فايضه ما يعني بسيبها تنشف مع نفسها كده، وبعد كده اقوم رايحه باجي في يوم بعملها لهم وجبه، مع بقى تقطيع شويه لفت، مع ان لو مثلا في جرجير رخيص او في سريس رخيص ايا كان الخضار، في بطاطا يكون سعرها نازل، خيار يكون كبير بس سعره نازل. ما تجيبيش الحاجه اللي سعرها عالي وتعملها لطيورك. يعني لما تكون حاجه رخيصه نجيبها نعملها، مش رخيصه خلاص. دي فيها قشور بيض، فيها تقريبا كانت حرسه اكل بسيطه كده مع الخضار والعيش، هتكفيهم وهتشبعهم طول اليوم وهتملى الحصله بتاعتهم. يبقى كده احنا وفرنا ولا ما وفرناش؟ تقدري تعملي الوجبه دي مرتين 2 في الاسبوع، يعني يومين 2 في الاسبوع او 3 ايام، يومين او 3 ايام. لان الخلطه دي نفسها فيها برضو فوائد، فيها فوائد كبيره، فيها فيتامينات، فيها برضو كالسيوم من قشور البيض. وقشور البيض دي ما ترميهاش ابدا ايا كان البيض بقى اللي بنستعمله، بقى بتعمليه مسلوق، بتعمليه مقلي، بتعمليه كيكه، ايا كان البيض اللي بتستعمليه. سالت عن بيض الصغير اللي هو بتاع البط اللي ما ينفعش للركود، ينفع نعمله للطيور من عمر قد ايه؟ ومشاهد ينفع تعمليه من 3 يوم من رابع يوم، لان اول يومين بيكونوا لسه مش عارفين يعني ايه اكل اصلا.
فيفضل من 3 يوم، من رابع يوم، من 5 يوم اسلقوا لهم البيض للطيور الصغيره، بيضه واحده على العلف وهياكلوها هيبقوا زي الفل. دي بالنسبه لي. طيب ينفع لاي عمر من الطيور تاني؟ ينفع لكل الاعمار، ينفع للكبار دول، الصغيرين لعمر 3 اسابيع، لعمر شهر، لان فيه نسبه بروتين وكالسيوم عاليه، فبالتالي هو مفيد جدا جدا للطيور. يعني احنا مشروعنا كله بيخدم على نفسه. يعني مشروع يعني حتى لو عندك مثلا مش هترقدي البط على البيض، مش هتخسريه ولا حاجه، هتستفادي منه. بدل ما تاكلي طيورك وجبه علف، شيلي العلف من الوجبه وحط لهم شويه عيش وشويه دشيشه وبيض مسلوق، يبقى كده وفرتي ثمن العلف. ده حاجه كده. بس ارمي لهم الخلطه بقى وهم ياكلوا منها ايه براحتهم كده. طيب انا بس هشوف هم بدوا ايه، عشان لو في بيض كده هم بدوا اجيبه، يعني مش هسيبه برضه. الحمد لله في كم بيضه هم اتفضلوا ونعمه وعدل من عند ربنا. انا قلت لكم ان هم الايام ده اساسا خفوا من البيض، وده شيء طبيعي. يعني شيء طبيعي ان هم لازم هيجي عليهم وقت وهيخفوا من البيض، بس المهم ان هم ما يمنعوش بيض خالص. اهو شايفين الفراخ، شايفين الاوضه كلها. انا بعمل لهم التقفيصات دي عشان يبيتوا عليها، علشان جسم الفرخه يكون نظيف، ما تبقاش الفرخه مبيته على الفضلات بتاعتها كده ويجي لها نزلات معويه او يجي لها بكتيريا او امراض. رشيت الارضيه كلها جير مطفي. سالت قبل كده يعني نرش الجير المطفي دوت طبقه قد ايه، سميكه رقيقه، اكنك بترشي شويه ميه في الارضيه. يعني شايفين الطبقه تكاد تكون معدومه، يعني حاجه بسيطه لون بس، كأنك بترش ميه بس في الارضيه، بترش الجير بس. كويس جدا جدا ليهم، على الاقل بيوقف انتشار البكتيريا في المكان. هم هنا بياكلوا من الهرسه الموجوده، هياكلوا منها وهيشبعوا من العيش ومن الخضار. الورقه الصفراء دي مش هياكلوها، الورقه الخضراء خلاص هياكلوها. ف اي حاجه موجوده، يعني شوفي اي حاجه رخيصه في السوق وهاتيها واعملها لهم. لو عندك مثلا ربطه اللفت مثلا دلوقتي ب5 جنيه، وما شاء الله الربطه كبيره مش صغيره، دول كانوا ربطتين تجيبيها لهم. لو بتحشي الورق هتحشيه، والعلوق بتاعتها هتقطعه لهم وترموه لهم، والراس اللفت هتخلليها، راس اللفت هتخلليها. استفدنا ولا ما استفدناش؟ استفدنا لغايه بس ما الشتاء يهجم كده علينا. بعد كده هتلاقي الخضار متوفر ان شاء الله وكتره ان شاء الله باذن الله. هتلاقي بقى خاصه، هتلاقي برسيم، هتلاقي سريس. طب سالت هو الخضار مش مضر ليهم؟ لا مش مضر ليهم، طالما الخضار كويس، معلهوش دوده، معلهوش قوقع. لو عليه دوده وعليه قوقع هيعمل لهم ديدان. ابعدي عن اي خضار يكون فيه دوده او فيه قوقع، سواء كرنب، سواء لفت، سواء خس. يعني لازم تكوني حريصه وانت بتشتري الحاجه. طب هتقولي طب ما دي طيور، ايه المشكله لما تلاقي الحاجات اللي عليها ديدان وقوقع؟ لا، انا قلت لكم كتير الطيور بتاكل معانا الهرسه وبتاكل معانا يعني كل فضلات الاكل، بس نظيفه، مش الحامضه، مش اللي عليها ديدان، مش اللي عليها قوقع. عشان كده والله بالله باجي اذبح الفرخه بلاقيها ما شاء الله من جوه زي الفل. دول بالنسبه لي انا مش يعني ما بذبحش منهم من زمان جدا، دول انا ما بذبحش منهم، انا سايباهم للبيض. طيب انا فكرت كده تفكير عملي شويه، اللي هو طب ما انا مثلا بعد 2.5 ولا 3 سنين هذبحهم عشان اكبر غيرهم. طب انا هذبحهم ليه؟ ما انا باجي اذبح الفرخه بلاقيها مكونه عنقود بيض تاني بس صغير لسه، اكنها لسه هتبيض من الاول، بس العنقود بيكون ما شاء الله مليان بيض. فانا قلت لا، طب ما انا اجرب اسيبهم بقى فتره بعد ال3 سنين واشوف هيعملوا، لان انا كده كده الفرخه اللي بقالها 3 سنين يعني انا بالنسبه لي مش عايزاها لحم خلاص. يعني دي بالنسبه لي الحمد لله جابت ثمنها من بدري قوي قوي قوي، من جمع البيض اللي كنت بجمعه منها، فجابت ثمنها من بدري. فاسيبها طالما كده كده بتجدد عنقود من جديد، اكنها لسه هتبيض من جديد، واجرب التجربه. بلاقيها يعني ما شاء الله. انا شفت ده في كام فرخه لقيتها ما شاء الله كويسه. ممكن اخف العدد في حاله ايه؟ لو البيض عندهم قل بقى شويه او قل جدا وهم بيصرفوا عليا كتير. انما الميزه هنا ان انا مش لازم اكلهم علف كل يوم. فالحمد لله هم بيلموا هرسه البيت، وبنضف لهم مثلا كل اسبوع مره كده، بكنس لهم كنسه على السريع، وحلو زي الفل. يعني الطيور في البيت خير ورزق والحمد لله. الحمد لله بتملي بيوت بيتك، بتفرخي كتاكيت منهم. كل الكتاكيت اللي انا بصورها معاكم والله بالله برضه بتبقى متفرخه منهم. يعني شايفين، هوريكم حاجه، شايفين اللقمه اللي هناك دي او العيش ده اهو، ده كان سندوتش كان ابني عامله. وطبعا يعني ايه،
هو فكر ان انا يعني مش هعرف ان هو ما كانش بقيه السندوتش يعني. فالمهم دخلت المطبخ لقيت ايه، لقيت بقيه السندوتش كده، فبرضه حوشته مع العيش الناشف عشان ابتدي ان انا احط له الطيور. اذا احنا مش بنهدر اي اكل، اي فضلات اكل بتفيض من اولادنا احنا مش بنهدرها، كلها بتتاكل ومفيش حاجه منها بتترمي، مفيش فتفوته بتترمي. تقطيع الفاكهه، يعني ما بتيجي تعملي فاكهه كده بتشيلي منها القشره بتاع البوزه او اي حاجه منها، تقطيع مثلا حته البوزه بتاعه الطماطم او الخياره او اي حاجه، اي حاجات بتطلع من تقطيع الخضار دي بنحطها برده للطيور تاكلها وبتكون مبسوطه وزي الفل. المهم انها حاجه نظيفه مش حامضه، دي اهم حاجه. هبتدي ان انا اجيب لهم الميه واشيل الكام بيضه اللي انا لقيتهم دول، الحمد لله فضل ونعمه وعدل من عند ربنا. حاجه عايزه اكد عليها، هتلاقوا فراخ هنا اهي كانت موقعه ريش وجددت ريش تاني اهي، دي كانت موقعه ريش وملت ريش تاني، اللي هناك دي كانت موقعه ريش وملت ريش تاني، دي نفس النظام. دي بقى لسه موقعه ولسه هتجمع ريش. هما بيبيضوا اساسا وهما بيوقعوا ريش، وانا مصوراهم معاكم قبل كده، يعني فيهم فراخ بتبيض وهي بتوقع ريش. ايه تاني اهي اللي هناك دي برضو كانت موقعه ريش وكست هناك اهي، فكده كده هما بيكسوا ريش، ده اصلا الطبيعي بتاعهم. طبعا دي فراخ بلدي حره، علشان انا دايما بسال طب الفراخ دي نوعها ايه ومش اهي. طبعا ما شاء الله المكان ده واسع عليهم، فانا مصوره كده من على بعض. ربنا يكرمنا فيهم ويرزقنا منهم خير يا رب. انا كده حطيت لهم الوعيه بتاع الميه هناك اهيت، وطبعا تحتها طبق، لان اي مكان موجود فيه بط بيبهدل الدنيا شويه، فلازم طبق. لو على قد الفراخ لوحدها مش لازم طبق تحتهم، ما بيبهدلوش الدنيا ميه زي البط يعني. طبعا ده الديك الوحيد اللي انا سايباه معاهم، وان شاء الله هجدده بديك تاني من الاوضه التانيه اللي فيها الفراخ اللي بدات تبشر بالبيض. انا ما ضفتهمش مع دول يا جماعه، ما ضفتهمش مع دول ليه يا ام شاهد؟ قلت لحضراتكم عايزه ابقى مميزاهم من الفراخ دي، لان الفراخ دي فيها فراخ قديمه جدا، فانا عايزه اكون مميزاهم بحيث ان لو فكرت في يوم من الايام اذبح من دول او اخف منهم عدد، اكون مميزه جداد من القدام. شايفين قشر البيض اهو، قشر البيض اهو، بترمي لهم قشر البيض، بس هم كانوا اللي كلوه في قشر هم مش شايفينها. تعالوا نجمع بقى الكام بيض. انا هجدد بس الكام بيضه اللي لقيتهم هنا علشان ما يتكسروش، عشان وقت ما يكونوا هيبيضوا تاني يبقى ايه، يعرفوا يبيضوا بقى وما يكسروش البيض يعني. الحمد لله فضل ونعمه. حبيت اصور معاكم الفيديو ده كده على السريع. الفراخ دي مهمتها انتهت معايا النهارده، مش بتحتاج اكل، وطبعا كمان الجو بدا يسقع شويه، فما عادتش بتحتاج مني ميه كتير طول اليوم، كانت بتحتاج ميه الصبح واخر النهار. اجي بس اخر النهار اشوف لو في بيض اجمعه، ما فيش خلاص. يعني ما بتاكليش وجبه تانية، لا ما باكلش وجبه تانية، هما بياكلوا وبيشبعوا من الحصله بتاعتهم. بقى دي الفراخ اللي انا بقول لكم لسه مبشره بالبيض بقالها يعني اسبوع او 10 ايام. كنت مصوره لكم قبل كده هما كانوا مبشرين، كنت موريه لكم فرق حجم البيض ما بين البيض ده والبيض التاني. الحمد لله فضل ونعمه، يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. طبعا فيهم كام ديك، بس الديك دي مش هذبحها دلوقتي، هستنى ان شاء الله لما تتقل معايا. طبعا دول اهم اتجمعنا منهم ما شاء الله كام بربره، يعني حوالي 11 بربره تقريبا او 10 مش فاكره، بين 11. بس طبعا عمرهم مختلف، دول كبار ودول اصغر منهم بشهر ونص. في عندي بقى بره في البوكسه، في عندي بره في البوكس حوالي 6 كتاكيت، لسه هشوف هيطلع منهم كام بربره. وفي عندي 3 كتاكيت تانيين كبار عمر شهر، تقريبا هيطلع فيهم بربرتين وديك. برضو لما يكبروا ويبقى عمرهم او حجمهم مناسب لدول هجيبهم واضيفهم مع دول يبقوا مجموعه مع بعضهم، عشان ابقى عارفه الجداد من القدام، وربنا يبارك لنا فيهم ويطعمنا منهم خير يا رب اللهم امين. انا مش عارفه هم بدوا ولا لسه، بس انا هقفل معاكم الفيديو هنا. يلا اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.